كي نتحدث في موضوع مركزا وناخد يعني دواء أتمنى أن يكون مؤثرا لي ثم لكم في مسألة فقد الخشوع في الصلاة. هذه كارثة كبرى لا ندرك مدى ما تترتب أو ما يترتب على عدم الخشوع في الصلاة. صلاة بدون خشوع يعني الملائكة يكتبون أن الفريضة قد أسقطت. يعني أنا إن أتممت قراءتها وركوعها وسجودها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن لو عالم من العلماء يجلس بجواري ويلاحظ حركاتي وسكناتي يقول هذه صلاة. أما الملائكة لا تكتب مسألة الخشوع، هذه لا دخل للملائكة بكتابتها، لأن الملائكة لا تكتب النية، لأن النية محلها القلب، والإخلاص في النية هو أمر بين المخلوق والخالق لا يتدخل فيه ولا الملائكة. إن قوما تأتي بهم الملائكة يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة. جبال تهامة دي جبال ضخمة في جزيرة العرب، يعني سبحان الله العظيم لا قوة إلا بالله. الملائكة تأخذهم لظاهر الأمر للأعمال الكثيرة ويروحوا بهم على الجنة. يسألهم رب العباد إلى أين؟ يا رب إن لهم من الحسنات كجبال تهامة. يقول أنتم كنتم رقباء على ظاهرهم. إن هو صلى صام أعطى صدقة، الله أعلم أعطى صدقة ليه. هو أنفق على ابن أخيه عشان يقال أنه يعني معلم يعني وما شاء الله عليه ويذكر، يعني راح يحج كل سنة، الحج راح والحج جه، سبحان الله، واخد بالك. فهو الله أعلم بالظاهر، يعني الله أعلم بالباطن، لكن الظاهر ذهب ليحج، الظاهر أنه وقف ليصلي، الظاهر أنه تصدق. هذا ظاهر الأمر، الملائكة تكتبه، مكلفة بهذا، مكلفة بهذا، خلاص. لكن الله يقول لملائكته أنتم كنتم رقباء على ظاهرهم، الظواهر، أما بواطنهم فأنا أعلم بها، ما ابتغوا بما صنعوا وجهي خذوهم إلى النار. ولا تأثرت ولا حاجة، انت مالك، انت ايش دخلك في الموضوع؟ انت ما شاء الله عليك. يعني المصيبة أنه هو ظاهريا طوال حياته صلى وصام لكن للأسف حتى إن أول ثلاثة تسعر بهم النار، النية جته تسعر بهم النار، حديث البخاري، عالم وكريم وشهيد. في أحسن من دول يؤتى بالعالم فيعرفه الله نعمته فيعرفها، يقول أيوة يا رب أنت أعطيتني العلم، ماذا صنع؟ علمته خلقك. قال إنما علمتهم ليقال عالم، وقد قيل انت كنت الناس تشاور عليك وتقول الشيخ راح والشيخ جه والشيخ عمل والشيخ سوى والشيخ جلس والشيخ سبحان الله، وانما قيل انت كنت اللي محتاجه ايه اخذته. ثم القوه على وجهه في النار، ويؤتى بالكريم فيعرفه نعمة المال فيعرفها، يقول نعم يا رب انت اعطيتني ووسعت علي ورزقتني، ماذا صنعت؟ انفقت على عبادك، انما انفقت ليقال جواد كريم في الجريدة وفي الصحيفة وفي الإعلام، الرجل المحسن الفلاني والترتاني والعلاني والفلاني، سبحان الله. وقد قيل خلاص خدت الايه؟ خدت اللي انت متعين، المبتغى بتاعك، الهدف حصلت عليه، خلاص. القوه على وجهه في النار. الشهيد يعرفه يعرفها، ماذا؟ قاتلت في سبيلك حتى قتل، انما قاتلت ليقال شجاع، انت رجل شجاع مغوار تدخل في معامل، سبحان الله. وقد قيل خلاص خدت النياشين والأوسمة، القوه على وجهه في النار. اذن اول شيء في قضية الخشوع فقدان النية. صلوا على رسول الله. يعني ايه فقدان النية؟ استحضار النية مهم يا اخوانا، ما ينفعش والمحمول في يدك او تتلقى عليه مكالمة، يعني نسأل الله السلامة، يقول لك يا فلان بكرة انت مستدعى للسيد عضو مجلس الإدارة ورئيس شؤون العاملين عشان توقع على قرار انك تقعد جنب ام محمد، وده اكبر عقاب اصلا غير الطرد، يعني خلاص عرف انه ايه. يوم يصلي الظهر، بالله عليه قول لي صلاة الظهر شكلها ايه؟
ام محمد في وشه، خلي بالك انت، يعني لا اله الا انت. قالت له انت تحبني يا ابو محمد؟ قال لها طبعا. قالت له قد ايه كده؟ قال لها انا هبعد عنك مسافه كده، وعلى قدر البعد على قدر محبتي. من 4 سنين ابو محمد ما جاش، سبحان الله. واخد بالك انت؟ هو محمد يا ترى هرب ولا دي محبه؟ الاعمال بالنيات، خلاص نتكلم عن النيه هي. سبحان الله، احنا بنهدي النفوس بس واحنا داخلين على الخشوع. النيه، صدق النيه. يقول علي رضي الله عنه لما يهتز ساعة وقت الصلاة، يقول ما لك أمير المؤمنين، ما لك أبا الحسن، لا تدرون بين يدي من سوف أقف الآن؟ يا راجل يا مؤمن، لو قال لك أن الحاكم أو الأمير أو الرئيس أو رئيس مجلس الوزراء أو بكرة الصبح يريدك الساعة 10، أنت ما تنامش، لا تنم. يا ترى في إيه؟ يا ترى هيكلمني إزاي؟ هو راضي ولا مش راضي؟ هو سبحانك يا رب العباد، لا إله إلا الله. فالعبد سبحان الله العظيم، يعني لما قال الخليل رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا لإيه؟ ليقيم، مش يؤدوا الصلاة. نحن نؤدي الصلاة، فنبدأ الخشوع بإقامة الصلاة. كيف نقيم الصلاة؟ إقامة إعدادية، وإقامة زمانية، وإقامة مكانية، وإقامة روحية قلبية. ثاني، إقامة إعدادية، إعداد النفس. قالوا من صلى في ثوب ب10 دراهم، العلماء قالوا كده، فيه درهم حرام، لن تقبل صلاته، صلاة مش مقبولة. والعلماء قالوا هل يجوز أن أصلي في مسجد مبني على أرض مغتصبة؟ يا ترى الله أعلم. الأرض، واحد يغتصب أرض يكون فيها مسجد، هل يصلى فيه ولا يكون مسجد ضرار؟ هكذا خاض العلماء وتكلموا. المهم، فإقامة إعداد النفس للقاء الله. قال حاتم إذا قمت إلى الصلاة، ماذا يصنع حاتم؟ إقامة إعدادية، يعني أجلس في المكان الذي سأصلي فيه حتى تجتمع جوارحي، عشان أفرغ نفسي للقاء. يا راجل يا طيب، أنت تتفرج على العيال بتوع الأولمبيات، قبل ما الولد يقفز بتاع بالخشبة دي بالزانة دي ويطير فوق كم متر كده، سبحان الله، يعمل ايه؟ ياخد نفس عميق، وبعدين يركز، وبعدين يستجمع قواه، وبعدين يبتدي. ده في قفز، وانت مش عايز تقفز من الدنيا ومن نار الدنيا الى جنة الاخرة دون اعداد؟ كيف يعني؟ يا راجل يا مؤمن، سيدنا عمر بيطوف، في راجل اعرابي قاعد عند المقام ولا عند الحجر، يقول اللهم يا رب، اللهم زوجني، ادخلني الجنة وزوجني من الحور العين. وراح راجع عمر راقبه، وقف في المقام، راح صلى ركعتين زي حالنا كده بسرعة. عمر لم يحتمل، جذبه من ردائه، قال يا رجل اغليت العروس وارخصت المهر. انت عشان تتزوج بنت عمك عباس، واخد بالك انت، يطلع عينيك وعينين اللي خلفوك، صح ولا لا؟ وهكذا، وعايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا، سبحان الله. وفي الاخر خالص تتمنى ان الله يرحم اللي كان السبب، خلوها، صح ولا لا؟ من باب تهدئة النفوس بس، سبحان الله. لكن هو عايز الحور العين بركعتين، لا ما ينفعش. فالقضية يقال ان الحور العين يعني تنادي يا كثير النوم والرقدات، كثرة النوم تورث الحسرات، إن في القبر لمناما يطول بعد الممات، ومهاد ممهد لك فيه بذنوب عملت أو حسنات. تروح، سبحان الله. ولذلك أنت لازم تعد نفسك إعداد للخلق. الأسباغ في الوضوء، وأستشعر الله يرضى عنك في سر الوضوء بداية الخشوع بعد النية، أنا أغسل إيدي، يبقى إن شاء الله مع نظافة اليدين بإذن الله لن أكتب كلمة سيئة، ولا كلمة تدخل الحزن على الناس، ولا أوذي بها مسلما، ولا أخذ بها رشوة، ولا أخذ بها حراما، ولا سبحان الله العظيم أستخدم اليد إلا في إعطاء الخير. يبقى هذا غسل اليدين. لذلك لما رأى النبي رجلا يعبث في لحيته في الصلاة، ده فيه واحد بيضبط الساعة وبعدين طلع الموبايل وخايف يقول أنا في الصلاة، أنا في الصلاة. لا إله إلا الله، ابن الحلال، سبحان الله. اتق الله يا رجل. ويفضل يعدل في نفسه، يا عمي الله قال لو خشع هذا لخشعت جوارحه. ابن عمر الله يرضى عليه يقول يركع عند الحرم، يركع
يحط على ظهره الحمام. ليه؟ الحمام لف لفة ليه؟ ايه؟ حاجة ثابتة. لف اللفة الثانية، الطواف الثالث، الخامس، دي حاجة ما تتحركش. قال لك ده ايه؟ ده جدار من ضمن الايه؟ دي مسطرة من ضمن المساطر، نحط نريح. سبحان الله العظيم. تقدر نحلة تيجي عندك في الصلاة؟ الله كانت دي امها داعي عليها. سبحان الله، لا اله الا. راقب صلاة ولدك. وانا اريد ان اقول لمن يصلي ان تظهر حروف الفاتحة بالذات حرفا حرفا، لا يأكل منها حرفا بالعامية. الولد يصلي كده، اتفرج على ابنك وبنتك. الحمد لله، يبدا يقول له يا ابني حبيبي على مهلك شوي، يا ابني وراك يصلي شوي على مهلك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الشيطان يتركه؟ لا. يقول ايه ده كده العشاء تدخل. انت سبحان الله ما تخلص عشان وراك المحاضره والمذاكره والبحث والنت والمباراه والجيم والرياضه. وسبحان الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا الضال. ماذا قرأ؟ ده عايز له الشيخ عمر، بس مش الشيخ عمر دلوقتي، لا من 30 سنة بس للأسف ما رأى الشيخ عمر من 30. إقامة إعدادية يعني أنت سبحان الله العظيم تعد نفسك ما ينفعش. الله يرضى عليك. ولذلك أنا أغششك وأغشش روحي. أقول لك إيه؟ قبل الدخول في الصلاة، الحمد لله الآن أصبح المحمول اللي في جيبك عليه المصحف، مع أن أنا لا أستطيع أن أقرأ في سطر واحد. أنا شخصيا لازم أستشعر المصحف وحلاوة ورائحة المصحف والورق والكتابة وسبحان الله. المهم يعني فمعاك اقرأ صفحة واحدة قبل أن تدخل نفسك. بالله عليك، أنا مش قلت لك قبل كده وأنت عارف مدرب الفريق قبل ما ينزل الواد اللعيب الاحتياطي لما يلاقي الفريق مغلوب 11-0 يعمل ايه؟ يقول لك نزل الواد رقم ايه؟ رقم 7 ده اللي مشترينه بكذا، والرق يشتريه ويبيعه يعني. المهم فقبل ما ينزله يروح من الدكة الاحتياطي على الملعب، والله يخليه ايه؟ يعمل احماء، صح ولا لا؟ تسخين يعني، صح؟ اول ما يشم ريحة الشياط، يعني اول ما يسخن الولد ويسخن يعني في الحلة، اول ما يسخن الولد والعضلات تشتغل وحمض اللاكتيك وبتاع يشتغل بين العضلات وبعضها، يروح ايه؟ قال مدخله. الجمهور يقول لك بس خلاص الهزيمة. المهم يعني بإزاز يروح يدخل صباح. فالراجل بيعمل اعداد، صح ولا مش صح؟ قبل ما يدخل على المباراة النهائية يقول لك وخد الفريق في معسكر في جنوب ألمانيا. هو ما يعرفش، ما ينفعش تدريب هنا. يقول لك لا يا استاذ خلي اللعيبه كده. المهم يعني فبعد ما يدربوا يعمل له تدريب استعداد. انت اعد روحك اقامه اعداديه لنفسك ان تقوم بين يدي الله. ربنا ليقيموا الصلاه اقامه، فاقمت هي اقامه اعددت نفسك. وبعدين قالوا بعدين بعد ما اقيم اقامه اعداديه اقيم اقامه مكانيه. واحد يصلي في فاس في المغرب، وبعدين صلى ركعتين وليجي راجل جنبه كده دخل المسجد، الله اكبر الله اكبر 5-6 تكبيرات. لا الراجل قلبها صلاة عيد ولا ايه؟ لا استنى لما خلص صلاة، بعدين عايز تنصح واحد انصحه، جي جنبك السلام عليكم ورحمة الله. والله يا اخي الكريم نفسي اسال سؤال. قال له نعم. قال له هو اللي تعلمناه من الشيوخ ان تكبيرة الاحرام مرة واحدة، الله يرضى عنك انت ليه كبرت كذا مرة؟ قال له يا اخي ربما فتح لك انت ترى الكعبة من اول تكبيرة، انا لا اراها الا بعد الخامسة. يعني هو لا يدخل في الصلاة الا اذا استشعر ايه؟ ان الكعبة ايه؟ عاش الحدث سبحان الله، شعر ان الكعبة خلاص امامه، لا اله الا الله. اقامة اعدادية، اقامة مكانية، انت خلاص واقف هنا لكن انت قلبك في الكعبة، انت واقف هنا لكن فاينما تولوا فثم وجه الله. صحيح، ولكن ايه؟ فلنولينك ايه؟ قبلة ترضاها، سبحان الله. ومذكورة القبلة 5 مرات سبحان الله العظيم بعدد الصلاة. اقامة مكان، انت في مكانك لكن قلبك في الكعبة، خلاص قلبك عند الكعبة. وبعدين اقامة زمانية، الصلاة لوقتها. كان الصحابي والتابعون والسلف الصالح اشتغل حداد فلاح، يرفع المطرقة فيسمع الاذان، يرمي المطرقة، يرمي الفأس،
ولا بورك في طرقة سمع صاحبها آذان الله ثم لم يجب. ينادي مناد من تحت العرش، هكذا يقول العلماء عندما يؤذن المؤذن: يا معشر المسلمين قوموا إلى نيرانكم التي أشعلتموها على أنفسكم فأطفئوها بالصلاة. آخر كلمة ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة الصلاة، العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العلاقة اللي بيننا وبين باقي، بس أول ما يضيع من عرى الإسلام يضيع الحكم، ثم يضيع الخشوع من الصلاة، ثم تضيع الصلاة. لأن الصلاة ليس لابن آدم من صلاته إلا إيه؟ ما واعمل أنت ركزت في ركعة، والظهر 4 ركعات، يبقى أنت ما الذي قبل منك؟ كم في المية كم بالمية؟ 25%. سبحان الله. إذا أسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها لفت كما يلف الثوب الأبيض، ترتفع إلى السماء تدعو لصاحبها: اللهم احفظه كما حفظني. إذا لم يسبغ وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها لفت كما يلف الثوب الخلق ثوب القديم، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. لأنها أمانة. الصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والأعضاء أمانة، والدين أمانة، والكلمة أمانة، والنظرة أمانة، والعلاقات بين الناس وبعضها، كل هذه أمانات. سبحان الله. ففي إقامة مكانية، في إقامة زمنية، المراعاة الإيه في وقتها. يقول لك: يا شيخ ما هو العشاء ممدودة لغاية الفجر. طب وانت تستنى ليه لغاية الفجر؟ طب لو مت، الوتر ممدود لغاية الفجر، أنا معاك، صلي الوتر آخر وقت. ليه؟ تحب تنام متوضئ، صلي اتوضى وصلي الشفع الوتر ونام على وضوء، جميل. لكن العشاء صلي يا أخي في وقته. سبحان الله. تحترقون، يعني تعملوا ذنوب توجب الإحراق. فإن صليتم صلاة الظهر أطفأتموها، ثم تحترقون، فإن صليتم صلاة العصر أطفأتموها، ثم تحترقون، فإن صليتم صلاة المغرب أطفأتموها، ثم تحترقون، فإن صليتم صلاة العشاء أطفأتموها. فإذا نمتم وليس عليكم خطيئة. ده ايه القضية؟ مش في الصلاة بمعاييرها، البغي والمنكر وتعدي الحدود وظلم الناس وادخال النكد على كل هذه ضميمة للصلاة. طيب، في إيجاز بسيط: كيف أخشع في الصلاة؟ في الأول أراعي يعني إيه صلاة، صلتي ما بيني وبين الله. طيب، اللي في جيبك ده الهاتف ده المحمول، إذا جلست مكثت يومين ولم توصله بمصدر الكهرباء، يحصل إيه؟ خلاص البطارية بتاعته إيه؟ تتسرب منها، خلاص يشتغل ولا ما يشتغلش. أهو أنت كده لازم تشحن نفسك. سبحان الله. من فضل الله علينا أن المذاهب الأخرى يروح المعبد كل مرة في الأسبوع، لكن احنا من فضل الله كل كم ساعة كده تعرض القلوب على الله عز وجل، وتعرض الأعمال، وبعدين تدخل بيت الكريم وتقف بين يديه وأنت في صلاة ما دمت. سبحان الله. والملائكة تصلي عليك ما دمت. لا إله إلا الله. كل ده خير. سبحان الله. فأنت في الصلاة صلة. ثم لما أصلي أستحضر أمورا 4: خوف ورجاء. خوف من ألا تقبل، ورجاء في القبول. خلاص. سبحان الله. تذكرون قصة اللي حب يعمل طرفة في درس ابن القيم الجوزية؟ قالوا: يا إمام. قالوا: نعم. قالوا: أقول لك حكاية، أنت حافظ الحكاية بس أكررها. فقال له: إيه الحكاية؟ قال له: كان فيه مرة فأر أحب جملا. فأر حصل بينه بالجمل عشق، يا أخي هو حر. فلما تصاحبوا مع بعض، الفار خد الجمل من خطامه كده. الجمل مطيع ولا غير مطيع؟ مطيع، بس بعد عنك إذا خزن وطر، نسأل الله السلامة. المهم فضل يعني زي ما اخواننا الخليجيين بيقول لك بيتسولفوا، بيحكوا حكايات مع بعض في السكة، لغاية ما جم أمام بيت الفأر. بيت الفأر ده عبارة عن جوحر كده في شق في الحيط. يعني انت لما تيجي ماشي انا وانت وتيجي قدام بيتي، اقول لك صح ولا لا؟ هو ما بيحصلش ولا لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني لما فرضنا جاءنا مشيت انا وانت وجينا قدام الباب، تعمل
تقول لي مع السلامه ماشي، قول لي طيب وانا بضحك على المنبر. المهم، فالفار اتكسف حذر له كسوفته، يقول اتفضل. طب البتاع الضخم ده يدخل ازاي هنا؟ الجمل فهم، قال ايها الفأر اما ان تحب على قدرك او ان تعد بيتا على قدر من تحب. واضحه دي؟ لما تحب حب على ايه؟ حب على قدك يا ابن الحلال. يعني حب ناموسه، بعوضه، صرصار، ام 44 يعني. لكن لا، جمل من راح جمل من راح طالع فوق. سبحان الله. فبكى ابن القيم. الله، هم الناس دول بكين وخلاص، هو بكاء فرصه يعني. طب انا بحكي لك حكايه فار وجمل. قال هكذا في الصلاه ايها المسلم، اما ان تصلي صلاه على مقام الله عز وجل، واما ان تعبد الها على قدر صلاتك. قولا واحدا. والله يا ابن القيم زي ما يكون ايه، قابل كل واحد فينا واعطاه كف يعني، ده اله لطمنا. قال له يا اخي تعبد اله على قد صلاتك اللي هو بتاع الحور العين بتاع عمر بن الخطاب ده، اللي دخلنا الحور العين بركعتين. سبحان الله. بهذا المنطق. واما ان تقدر لمن خاف مقام ربه. فانا من الواجب ادرك اركان الصلاه، تكبيره الاحرام والقيام لها، سبحان الله، والقيام لها. وبعدين ان الرجل يوسع بين رجليه والمرأة تضم رجليها، خلاص. وبعدين استحضر عظمة الله، ثم دعاء الاستفتاح، ثم الفاتحة واتأمل فيها. وبعدين ما فتح الله لي من سورة، ثم اركع تسبيحات الثلاثة على الاقل. بين كل تسبيحة وتسبيحة سكتة بمقدار تسبيحة. يبقى انت كأنك سبحت كم مرة؟ كأنه 5. بين الاثنين الاولانيين ايه؟ 1، والاثنين التانيين ايه؟ 1. يبقى كده يبقى ايه؟ 5 تسبيحات. سبحان ربي العظيم. لما نزل فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم. سبح اسم ربك الاعلى، اجعلوها في سجودكم. سبحان ربي العظيم. واتخيل يعني يا رب انا اصفك بكل كمال ونزاك عن كل نقص، واسكت شوي. سبحان ربي. اما التسبيحات بتسمعها من ابنك وبنتك دي مش تسبيحات. بس يا ابني يا حبيب الله يرضى عليك، انت بتتكلم هيروغليفي، لا اله الا الله، ده تسبيحات. سبحان ربي العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان ربي الاعلى. وبعدين استوي قائما، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. تتحول من الانا للنحن زي ما قلنا، من انا بصلي لوحدي، سمع الله ربنا كلنا، ربنا ولك الحمد، من الله اكبر. وبعدين السجود نفس القضيه. وبعدين لا اله الا الله. وانا واقف، اذا كنت من الذين يسرحون اذا اغمضوا عيونهم، فتح عينيك. في ناس اذا فتحت عينيها في الصلاه تسهو تسرح، وفي ناس لا تخشع الا اذا اغمضت عينيها. انت شوف حالك، انت شوف حالك. لو انت اشد خشوعا تغمض عينيك، اغمض عينيك. طب اذا كنت تفتح عينيك، قال وانا واقف انظر لمحل السجود، وانا راكع انظر الى اطراف الاقدام، وانا ساجد انظر الى ارنبة الانف. هكذا مدعى، كل ده مدعاه للايه؟ لان عوامل الخشوع. وبعدين يجبر هذا كله صلوات الجماعة. صلاة الجماعة يقول اهل العلم ينظر في قلب الامام، فان وجد صالحا قبل صلاته وصلاة من خلفه، ان لم يوجد الا واحد يقبل صلاة الجميع، ان لم يوجد لا هذا ولا ذاك. كأن رب العباد يقول انظروا يا ملائكتي اصطفوا يصلون كما تفعلون، اشهدكم اني قبلت صلاتهم وغفرت ذنوبهم ورضيت عنهم. سيدنا عمر يقول اللهم اني اسألك صلاة جماعة اكفى سهوها واضمن ثوابها. حتى السهو في صلاة الجماعة ايه؟ معفو عنه. فشوف عظمة صلاة الجماعة، 27 ايه؟ 27 درجة. طيب الامر الثاني ان يكون عندي خشوع الخوف، خشوع الرجاء، الامل في ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل، رغم ان الصلاة ليست على القدر المطلوب، ان ربنا يجبر الكسر بايه؟ بالنوافل. اما له من نوافل؟ نعم يا رب اكملوا هذه بتلك. يبقى النوافل دي حديقة البيت، فاللص لما يدخل الحديقة الاول قبل ما يدخل البيت. من غير حديقة اللص يقفز على الفرض نفسه، لكن الحديقة دي السنن. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه،
فإذا أحببت كنت سمعه وبصره ويده ورجله، وإن سألني أعطينه، وإن استعاذني أعيذ، سبحان الله، إلى آخر الحديث. إذن العبد بهذا المنطق يقترب من مسألة الإيه؟ يقترب من مسألة الخشوع. وعود نفسك. وبعدين الله يرضى عنكم أمرين. الأمر الأول، عش مع كتاب الله ساعة كل يوم، نصف ساعة تلاوة ونصف ساعة تدبر. وقبل أن تنام عود نفسك مرة أخرى أن نعيد سنة قيام الليل ولو بركعتين. أول ما تدخل العتمة اسمه قيام ليل، في أول الليل، في نص الليل، في آخر الليل، قبل الفجر بربع ساعة اسمه قيام ليل. الله يرضى عنك، أنيروا بيوتكم بقيام الليل، جعلنا الله وإياكم من الخاشعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.